السلام عليكم حبايب، اللهم صل على محمد وآل محمد. اليوم حبيت أشارككم بوصفة سريعة. كفتة. عندي ربع كيلو لحم مفروم زائد اللية، قليل من اللية، كلش قليل، وراس بصل واحد، وكوب من الكرفس والمعدنوس، زائد حبتين ثوم. راح أسوي لكم الوصفة إن شاء الله تنال إعجابكم مع الصوص المعجون والتمن الأبيض. من بعد ما قليت هاي الكفتة بهيجي شكل كلش كافي، راح أسوي الصوص بالدهن نفسه اللي قليت بيه الكفتة. راح أضيف الصوص مباشرة بدون ما أحمس لا بصل ولا أي شيء، يعني الدهن مالته هو ماخذ النكهات، نكهة البصل، نكهة الثوم، نكهة البهارات اللي خليتها بالكفتة. راح أخلي الصوص مباشرة، ولما يغلي غلية واحدة أو اثنين راح أخلي الكفتة. وعندي إضافة أنا ضفتها لهاي الأكلة، دائما أسويها وكلش طيبة. أخلي علبة من اللبلبي المستوي. هنا راح أضيف الملح واللبلبي المستوي أو المنقوع، إذا عندكم مستوي أنتم مستوي وحافظي بالفريزر، أو علبة كلش كافي. على هذا المقدار كلش كافي. وهسه استوت المرقة مالتنا وصارت ثخينة، سبكت وثخنت، واللحم مستوي هو مقلل قبلها، وخلينا بعدين بالصوص أخذ نكهة المعجون. وضفت إضافة أنا بكل مرقة، صراحة بنات أنا بكل مرقة أخلي قطعة الماجي، إذا قدرية كبيرة أخلي قطعتين. وهاي النتيجة النهائية بنات، جربوها راح تنعجبون بيها، طعمها كلش طيب ومضبوطة 100%.